السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل صينية بطاطس باللحمة او ممكن من غير لحمة، هتعجبك قوي. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم. معايا هنا شوربة لحمة او فراخ على حسب ما انت هتشتغلي، مفيش اشتغلي بالمرقة الدجاج. معايا هنا بطاطس اي كمية انت عايزاها. معايا هنا 6 حبات بطاطس، معايا فلفل الوان، جزر، فلفل حامي، عصير طماطم، ومعاه معلقه سكر صغيره. معايا ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، جوز الطيب. جوز الطيب هي اللي جديده علينا ولكن بتدي طعم حلو. معايا بصل مقطع جوانح صغيره، و4 فصوص توم مهروسين، وسمنه بلدي على شويه زيت. نزلت بالبصل الجوانح الصغيره ودعكتهم كويس جدا بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره وجوز الطيب. وبعد كده رحت نازله ب4 فصوص الثوم المهروسين ودعكتهم مع البصله، ونزلت بالبطاطس علشان تاخد من طعم التوابل الحلوه ديت. اهم حاجه دعك البطاطس. بوريكي البطاطس انا مقطعاها سمكها صغير، ممكن تقطعيها مكعبات براحتك خالص. انا مقطعاها سمكها رفيع علشان ما تبقاش تخينه قوي وتضايقك في الاكل. نزلت بعصير الطماطم وعليه معلقه سكر صغيره، وبعد كده هنزل بالشوربه بتاعتي، اللي هو قولي مج شوربه، علشان البطاطس تاخد وتدي معاكي. مفيش شوربه حطي ميه مع المرقه. دلوقتي نزلت بالزيت ومعلقه السمنه البلدي، وهاخدهم غلوه على البوتاجاز من فوق. الفلفل ما حطيتوش ليه؟ علشان ما يتهريش معايا هو والجزر. انا عايزاه ياخد غلوه حلوه، وبعد الغلوه الحلوه دي هنزل بالفلفل الالوان والفلفل الحامي وبشر الجزر. دلوقتي هديله برضو كمان غلوه، وهنزل باللحمه اللي انا سلقاها، بس مش سلقاها قوي عشان عايزاها تاخد غلوه مع الصلصه والشوربه الحلوه اللي هم بتوع البطاطس، واللحمه تطعم بطعم التسبيكه الحلوه ديت. يعني مفيش داعي ان انا اسبكها بره مع البصل والطماطم، لا، دي هتاخد وتدي مع بعضيهم. وبوريكي ان البطاطس خلاص داخله في السوا، داخله في السوا يعني خلاص كده. هبتدي ادخلها في الفرن على الشوايه، بس مش معليه قوي علشان برضو البطاطس تستوي على الهادي. كل ما تستوي على الهادي تديكي طعم احلى. بوريكي ان اللحمه احمرت معايا، البطاطس استوت، وانا مش عايزاها تتهري معايا، تكون طعمها مرمل كده وحلوه ودايبه في البق. اللحمة لما بتغلي مع البطاطس على الهادي برضو بتاخد السوا بتاعها، وكله بيشرب من بعضه، وطعمها بيبقى حلو قوي، وتسبيكتها كده معقولة، والطماطم مظبوطة. ويا ريت تجربوا الطريقة دي هتعجبكم. وقلتلك ممكن تعمليها من غير اللحمة، طعمها بيكون حلو برضو مع شوية رز بالشعرية، وكلي أحلى صينية بطاطس بتاعت زمان. يا ريت تجربوها بالطريقة دي. ويا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.